صباح الخير. عيد سعيد عليكم. يلا بينا اوريكم صلاة العيد وعيد الأضحى في كازان. يلا بينا. كيف الحال؟ عيد أضحى سعيد عليكم. يلا بينا اوريكم صلاة العيد في كازان ويوم عيد الأضحى في كازان عامل ازاي. يلا بينا. طبعا أسامة جزاه الله كل خير ياخدني عشان أنا ما عنديش عربية، فهنشوف الوضع عامل ازاي. أسامة اتخطف. أسامة اتخطف. أسامة أعلن الإسلام ومشغل قرآن. اوعى. كيف الحال؟ ايه الأخبار يا عم؟ عامل ايه يا عم؟ الفيديو ده خلي بالك مذاع. كل عام وانت بخير. لا بقالي ساعة تحت وتقول لي الفيديو فضايح فضايح فضايح. أنا لطعك بقالي ساعة. شكرا يا عم. الله يبارك لك. كل سنة وانت تابع عم أسامة، وسنة سعيدة عليك، والسنة الجاية نشوفك مع العروسة والأولاد. كوتش أسامة بيذبح وبيتصدق على الناس. كل على الكل ما شاء الله. طب بص كلمة قول كلمة قول كلمة. والله كل عام وانتم بخير. انا ما ظهرتش على الشاشة بقالي شوية كتار لان انا للاسف بقيت بجري ورا الدنيا. والله العظيم. طب بذمتك. والأخرة مش في قلبك صح؟ لا انا بقيت بجري ورا الدنيا والاخر. فلوس عشان فعلا اعمل اشترافات ادفع للدولة هنا. الدولة هنا ما شاء الله الناس بتاكل من خيري كله. كاروتش، كل سنة وانتم طيبين. عيد مبارك عليك. عيد الأضحى في كازان. هنا تحس ان هم عندهم في كده عادات وتقاليد معينة ومختلفة في العيد. هنبدأ. احنا عايزين نشوف الخرفان يا أسامة. الأول لازم نشوف الخرفان. اوعى حد يشوف الخرفان حرفيا. فيلا بينا هنشوف الخرفان. شايفين الخرفان عاملة الخرفان برضه عنصرية برضه. جايبين الخرفان كلها سودة. الخرفان كلها سودة. الخرفان شايفين الخرفان عاملة ازاي؟ يا الله. خرفان هنا حرفيا. بص الاسعار ايه. الاسعار حرفيا كلها ما شاء الله. شايفين الخرفان يا باشا؟ خرفان روسي اصيله 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 حرفيا. بتقول ايه؟ قول. ده ب 8000. 8000 ايه يا ابني؟ لا ده الباجون السابع. ده او البتاع الثامن. يلا هو الامور صعبه. تعالى بقى نشوف بقى هم ايه بيذبحوا ازاي. يلا نشوف هم بيذبحوا ازاي. يلا هنشوف هما ايه. انا هروح انا عشان انت في الحاجات دي انا عارف انت ما بتحبش الكلام ده. بتخاف ها؟ بجد بقى من احلى الحاجات عندهم هنا في موضوع الذبح ده ان هما حرفيا في موضوع الذبح كل واحد بيقف في بتاعه كده زي دي. كل واحد بيقف في واحدة زي دي. كل واحد بيقف في بتاعه زي دي يا باشا ويقوموا ذابحين. حرفيا في نظام. في هنا نظام. في نظام. شايفين؟ يقفوا هنا يخلصوا. من احلى الحاجات هنا بجد هو موضوع النظام والنظافه ده. ان هو بيجيبوا الخروف الاول يودوه هنا ويذبحوه، وبعد ما يخلصوا هناك ينتقلوا الى المستوى الثاني. بس عارفين كل حاجه هنا بفلوس. كل حاجه هنا حرفيا بفلوس. كل حاجه حرفيا. يعني هو حتى هنا التقطيع بفلوس. كل حاجه حرفيا هنا بفلوس. يعني شايفين كل حاجه هنا حتى التقطيع. حتى يا باشا التقطيع هنا بفلوس. مش أسامة انت كده بتقطع علينا في الشغلانه ها؟ لا انا عمال احوم حوالي البيت عشان تقول لهم ان انت يعني ان انت غني ها؟ لا ماشي. أسامة راجل ملياردير. ايه كمان نصورها أسامة. بعد ما بيخلصوا ذبيح الخروف بقى هناك بيخش على المرحلة التالية وهي هنا ان هم بقى بيقطعوا اللحمة. شايفين اوعى. وهنا دي هنا منطقة السلخ والتشفية. منطقة السلخ والتشفية هنا. منطقة السلخ والتشفية حرفيا. انت بتضحك على ايه؟ خليها يا باشا يبص. هم ناس مش محترمين. احنا بنصور عشان ننقل للناس الثقافة. باشا المصريين اخواتنا بنصور عشان ننقل للناس الثقافة. وأسامة بيقول لي الراجل بيضحك عليك. طب احنا نعمل ايه؟ المهم ان هما الخرفان هنا
حرفيا كتير جدا، والاسعار يا بلاش. ودي اكتر حاجة ما اقولكمش. وفي بقى حاجة من احلى الحاجات هنا، ان هو بقى المكان اللي هناك ده مكان توزيع اللحمة. يعني هما بيذبحوا اللحمة ويوزعوا على الناس الغلابة. بس طبعا هما لسه، لان لسه الذبح بادئ، فهم لسه ما وزعوش. فالامر ايه، الامر السهل. احنا نقعد بقى رايحين جايين على نقطع على بعض. احمد عبد الرحمن، تعالى 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 نسلم على احمد عبد الرحمن، هناك هو الدكتور اهو. سلم على احمد عبد الرحمن، تعالى تعالى. هيبقى دكتور باشا. احمد عبد الرحمن اخونا وحبيبنا، تقدر تقول كلمه للناس بما ان انت راجل دكتور قد الدنيا؟ كل عام وانتم بخير وعيد كريم وربنا يا رب. وبيقول لمحمد خالد ما تجيش روسيا تاني. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وحضرتك طيب، على راسنا. المهم احنا هنكمل المساله دي دلوقتي. بعد ما يا باشا بقى ما بيذبحوا الخروف، انا بجد الناس دي ما بحبهمش في حاجه واحده، الا وهي ان هم بيرموا الفشه والكرشه والممبار، وانا واحد بحب هذه الحاجات. فالناس دي الامر معاهم صعب بجد. الناس دي الامر معاهم صعب، ان هم بيقعدوا حرفيا يرموا الحاجات دي. فبس ده الراجل ده بيزمر، انا ما اعرفش بيزمر ليه، بس انا هقتله. غالبا انا هقتله، لان هو حرفيا ما بيعملش، يعني يقعدوا يزمروا. بيزمر ليه ده؟ هنا المكان برضو بيشفوا اللحمة. الخرفان يا باشا، خرفان حرفيا. هنا بقى انت بتشتري الخروف. بعد ما بتشتري الخروف كل حاجة لها سعر. علشان يعمل لك الراس ب 300 روبل. علشان يعمل لك مثلا بقية الحاجات، ماشي يلا انا جاي، ويعمل لك مش عارفة ايه. كل حاجة باشا ليها سعر. بس ذبح الخروف كله على بعضه، حوالي ب 1500 روبل يعني. واخدين بالكم؟ زي ما احنا شفنا ده الايه، الذبح، ودي القصص، ودي الحوارات، ودي كل حاجة. من الاخر يعني هم عندهم نظام، وبصراحة بحبهم في حوار الذبح. بس يعني اللحمة هنا ما تفهمش، بس انا ما بحبهاش كمان بقى، ما بنتفقش انا وهي. ولكن زي ما انتم شفتوا، اهم حاجة وصلت تحت، ما تنساش تعمل لايك وفولو وكومنت وسبسكرايب وكل حاجة جميلة. نلتقي في فيديو جديد. سلام.